المخترع بتاع الماوس ده كان عبقري بجد. عشان يحدد المكان بدقة، الماوس بياخد حوالي 1700 صورة. كل جزء من الألف من الثانية الماوس بيطلع شعاع ضوء. الضوء ده بيعدي من خلال عدسة ويتسلط بزاوية على الماوس باد. الضوء بعد كده ينعكس ويرجع على حساس الصور اللي بيصور السطح من قريب جدا. رغم ان الماوس باد شكلها ناعم، لكن لو كبرت هتلاقي فيها مطبات وحفر صغيرة. الضوء اللي جاي بزاوية بيخلي الأجزاء العالية منورة والأجزاء الواطية غامقة، فتبقى الصورة بتسجل تفاصيل 3D زي البصمة. الماوس بيصور صور ورا بعض، ومن مقارنة الصور دي يقدر يعرف إذا كان اتحرك ولا لأ، ويربط الحركة دي مع المؤشر على الشاشة عشان يحدد الاتجاه والمسافة بالظبط. الماوس بيقارن صورتين فوق بعض ويبدأ يحرك التانية في كل الاتجاهات لحد ما يلاقيهم ركبوا على بعض تمام. الحركة دي هي اللي بتمثل مسار الماوس. رغم إن العملية شكلها معقد، بس بفضل الشرائح الحديثة كل ده بيحصل في غمضة عين. وانت بتستخدم الماوس بتاع الكمبيوتر بتاعك أو اللابتوب، لازم تدي تحية لمخترع الأداة العظيمة دي. وأخيرا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير، وتابعني وانتظر المزيد. شكرا.